السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وما ناقصكم حتى شي خير. مرحبا بكم معايا مره اخرى في كويزين ليلى كيف ما تعودتوا معايا دائما. نصليو على رسول الله. عاد نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواتي، بغيت نشارك معكم هاد المسمنات وهاد الهلاليات اللي جاو طلبيه ديال واحد الاخت. لهذا قلت علاش لا ما نشاركهمش معكم حتى نتوما وتشوفوهم كيفاش يعني كيجيو رائعين. واحد التقرميشه فيهم واعره واعره بزاف بزاف، وايضا الحشوه اللي فيهم مختلفه على الحشوات السابقين. لهذا بغيت نشاركهم معكم ان شاء الله ويعجبوكم بطبيعه الحال. فهاد الطلبيه هذه كانت جات على غفله، ويعني قلت علاش لا. السيده اللي طلبتهم يعني قالت لك ديري لي اللي بان لك هو هذاك ديريه. فقلت علاش لا ما ندير لهاش جوج شكيلات منوعين باش تلقى ما تحط يعني في الطبيله ديالها تجيها منوعه. لهذا اختاريت ندير لها هكذا هي هلاليات، غير هما درتهم شويه كبار، يعني اللي كلا وحده راه ما غيزيدش للثانيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. ودرت هكذا هي مسمنات على هذا الشكل هذا وزينتهم يعني بواحد الطريقه اللي هي بسيطه وسهله. فنتمنىهم انهم يعجبوكم، وإلا عجبكم بطبيعه الحال اخواتي تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوهم، باش يعني الحشوه ديالهم وطريقه التحضير اكيد. فعلى بركه الله غادي ندوزو للحشوه مباشره، يعني مع التحضير مباشره. غادي ناخذ واحد المقيله هنايا، يعني درت فيها تقريبا واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف عليها البصله مشلضه رقيقه. انا شلطت واحد الكميه يعني تقريبا واحد 3 الحبات كبارين، شلطتهم رقاق. وغادي نضيف التوابل اولا هنايا الملح كنديرو على حسب الذوق. وكنخليو ديك البصيله تتنزل لنا واحد شويه في ديك الزيت مع النار، غير كتنزل واحد شويه ومن بعد كنضيف لها هنايا الفلفله بالالوان، يعني الفلفله الحمراء والخضراء والصفراء. درت هنايا الكورجيت اولا القرعه محكوكه، ودرت الخيزو اولا الجزر حتى هو محكوك. يعني واحد الكميه نتوما كتحكموا في الكميه اللي بغيتو، غير هو كل ما يعني ما نكتروش باش ما كتعطيناش عاوتاني واحد المذاق اللي هو غالب اكثر من هذا. صافي هنايا غادي نضيف التوابل، ابزار، كمون، السكينجبير، هنايا الفلفله حمراء. وعندي هنا درت واحد شويه ديال القزبر يابس. وايضا ضفت هنايا واحد شويه ديال الحار، يعني الحار كيعطيها واحد التزوينه. شويه ديال القزبر، عفوا ماشي قزبر، شويه ديال داك الثوم القصبي، وهنايا الثوم بودره، وشويه ديال لاصوص اللي بغى لاصوص، يعني خلطت ما بين الحار ولاصوص باش كيعطيو واحد المذاق شويه يكون زوين. وشويه ديال الزعتر البري. صافي وغادي نحرك مزيان، وغادي نخلي ديك الخضيره تشحر مزيان مزيان. ومن بعد كنضيف عليها هنايا واحد شويه اولا نقولوا واحد العلبه ديال الفطر الاسود. من بعد ما درت له الماء طايب وخليته فيه حتى نزل ديك يعني داك الشيء كاع اللي كيكون فيه دوك الشوائب وداك الاتربه اللي كانت فيه كتحيد. ومن بعد كندقدقو مزيان. ضفت هنايا واحد شويه عاوتاني اولا نقولوا واحد الكميه ديال صدر الدجاج مقطع قطع صغيره. اي واحد الكميه نتوما كتحكموا في الكميه اللي بغيتو تكثروا بغيتو تنقصوا. وعندي هنايا الكروفيت واحد الكميه حتى هو منه تقريبا واحد الطبيصيل صغير. والشعريه ديال الارز حتى هي من بعد ما كنت سلقتها وقطعتها هكا رقيقه درتها مباشره هي والكروفيت. علاش؟ باش تاخد ديك النسمه ديال داك المرق كامل اولا ديك الخضر كلها مع داك اللحوم كلها، تاخد ليا المذاق ديالها وكيوصل لها المذاق تتولي زوينه بزاف، عكس اننا نخليوها في الاخر. هنايا غادي نضيف كاضافه اخيره، يعني من بعد ما طابت كلشي ضفت هنايا واحد العلبه ديال الطون هذا الشكل هذا اللي انا وريته لكم ديال مطيشه. وهنايا الزيتون الاسود من بعد ما قطعته قطع صغيره وضفته. وغادي نضيف هنا واحد 3 القطع ديال الجبن او هذا، يعني القياس اللي بغيتو. والجبن الاحمر، الجبن المثلث والجبن الاحمر. وغنخلط مزيان. هنا غادي يجيني المذاق ديال الحوت اولا ديال السمك، انا كنبغي المذاق ديال السمك بزاف. لهذا فالسيده قالت لك ديري لي الحشوه تكون لذيذه. وايضا حتى هي نيت كانت باغيه ديال الحوت، قالت لي ونوعي، قالت لي كما عجبك.
لهذا انا نوعت هاد الطريقه هذه وعطات مذاق رائع رائع بزاف. هاد الحشوه هذه ممكن ديروها وتعمروه بها في الورقات البسطيله، اللي بغى يديرها فيها راه تتجي رائعه بزاف. صافي هنايا دزت العجين، غادي نعجن. عندي هنايا كما كتشوفوا معايا الفينو، وعندي هذا الدقيق الابيض ديال الحلويات. درت معلقه ديال الزيت كيف ما شفتوا، واحد القطعه ديال الجبن مثلث، هذه كتعطي واحد اللذه زوينه، وهنايا معلقه صغيره ديال المطارد. يعني كنسم العجين ديالي بواحد الطريقه اللي باش تجي لذيذه. ودرت واحد شويه، يعني واحد نص معلقه ديال الخميره ديال الحلويات والملح كما كتشوفوا معايا. وغادي ندير هنايا الخل. علاش هنايا الدور ديال الخل؟ شتو كيدير؟ كيعطي واحد القرمشه للعجين. صافي درت معلقه، نقولوا تقريبا واحد المعلقه كبيره مع مرش. وغادي نبدا كنعجن هاد العجين ديالي مزيان حتى نحصل على واحد العجين يعني اللي هو هذاك. واخا تربيوه قاصح ما تخافوش منه، لان غنديروه في بلاستيك وغنخليوه واحد المده ديال واحد 10 دقائق. صافي كيولي بحال دلكتيه مزيان مزيان. صافي غنجمع العجين ديالي ان شاء الله، وكما قلت لكم غنديروه في بلاستيكه وغنخليه يرتاح ونمشي نكمل. يعني شغالي الا عندي شي حاجه غادي نمشي نكملها. هنايا خديت العجين، وهنايا عندي الزبده مخلطه مع النشا كما كنولفه يعني عودتكم كنديرها شحال من مره. هنايا خلطتها مع الزبده، جاتني طريقه سهله بصراحه بني خلطتها مع الزبده، حسن ما انني نبقى نديرها هكايا وكندردرها هكايا كتجي شويه صعيبه. وخلاص الزيت باش غادي نطلق العجين. كناخذ العجين كنقطعوه هكايا يعني كويرات صغار على هذا الشكل هذا، وغادي نجمعهم في واحد البلاطو حتى نكمل داك العجين ديالي كامل القياس اللي انا باغيه. ومن بعد غادي ندوزو للتوريق ان شاء الله. وغادي نبدا نطلق في العجين ان شاء الله. غادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نطلقوا، يعني سهله وبسيطه. تقريبا الجميع كيعرف هذه القضيه هذه. فقط انا الحشوه اللي غيرت بغيت يعني نشاركها معكم باش تشوفوا الحشوه كيفاش غادي تجيكم ان شاء الله. انا اكيده انها غتعجبكم وغتجيكم ان شاء الله لذيذه. صافي كما قلت لكم غنكمل العجين ديالي على الطريق ونبدا نورق مزيان. دابا بديت كنطلق اول وحده. دائما كنبداو غير بالزيت باش ما تقطعناش العجين، نبداو غير بالزيت حتى كنطلقوا العجينه ديالنا كامله اولا ديك الكويره ديالنا حتى كنطلقوها مزيان. وورقوا، حاولوا ترقوها من الجوانب بزاف كما كتشوفوني انا راني كنطلقها من الجوانب ديالها. ومن بعد كندهنها بديك الزبده هي والنشا كيف ما شفتوا معايا. النشا الدور ديالو كيخلي العجين كيجي مقرمش، تيجي زوين، يعني تعطي واحد القرمشه زوينه. صافي غادي نمشي على هاد الطريقه هذه حتى نسالي كاع داك العجين اللي عندي كامل، غادي نساليه ان شاء الله. ومن بعد غادي نبدا في التعمار ديالهم. هانتوما شوفوا معايا مره اخرى، يعني دائما كنغلب على الجوانب ديالهم باش ما يبقاو لياش غلاض في الجوانب ملي نكون كندني. كندهن مره اخرى بالزبده كما كتشوفوا معايا. كنجيب عاوتاني واحد الدهنه خفيفه هكا وكنبدا نطوي. كتجي العجينه مورقه بزاف بحال كتاكلي الورقه. لهذا علاش كنقول لكم ركزوا مزيان على التوريق. شوفوا العجين يعني كيعطي واحد الطعم زوين. هنايا العجين يعني هنا باش تعرفوا العجين ديالكم مزيان، فاش كتكونوا كتورقوه ما كيتقطع ما والو، كيعطيكم واحد الطعم زوين. صافي هنايا كنت بديت كنلوي. شوفوا معايا غنبدا ندير الحشوه بحال هكا وكنبدا نلوي. كندير واحد القطعه ديال الجبن ديال الساندويتش. هذه اختياريه، يعني اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. صافي وكنبدا نلويهم على هذا الشكل هذا. ان شاء الله في الاخير غادي نقول لكم الثمن باش كيخرجوا هاد المسمنات اولا هاد الهلاليات اولا هاد لي كرواسون بحال هكايا بشحال كيخرجوا ان شاء الله في الاخير. فكنعمر كنجيب ديك القطعه ديال البيتزا كندير دوك الاشرطه وكنبدا نلوي. كتعطيني داك المنظر زويون. صافي وكنجمع كنحط في اللاطه ديالي وندوز مره اخرى ندير يعني شكل اخر. نتوما شوفوا معايا تيجيو على هذا الشكل هذا. يعني هاد التشكيلات هادو ممكن يداروا في رمضان من غير رمضان، يعني في الايام هكا العاديه. لا بغى الواحد هكا يديرهم حتى للكوتي ديال العشيه، علاش لا؟ راه تيجيو رائعين مع كويس ديال اتاي، تيجيو لذاذ بزاف ويعني خفافين وزوينين. صافي غادي نكملهم على هذا الشكل.
وندوزو للشكل الثاني ان شاء الله باذن الله على ما نكملوا هذا. وفي هذا الاثناء شعلوا الفران وخليوه يسخن مزيان باش غادي تشوفوا. يعني ملي كندخلوا الفران ما خصناش ندخلوا الفران هو بارد. صافي ملي غنكمل ان شاء الله ندوزو للشكل الثاني. على هذا الشكل هذا كنطلق العجينه هكا، كندير قطعه ديال الجبن كما قلت لكم، كنحط الحشوه حتى هي في الاول، كنطوي على هاد الشكيلات هذا. صافي تمشي على هاد الشكل بحال شكل ظرف، يعني التنيه ديالهم ساهله. كنحط الحشوه جزء من داك الساندويتش، يعني ما كنديرهاش كامله، نص تقريبا ديالها صافي. وكنعمر بحال هكذاك وكنحط في اللاطه ديالي. هانتوما شوفوا معايا سهله سهله بسيطه وكيعطيو منظر زويون. صافي هنايا غادي ندهنهم كما قلت لكم، الفران راه شاعل، وهنايا غادي ندهنهم بيضه فيها شويه صوص ديال الصوجا. والا ما كانش ممكن ديروا غير واحد المعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان وقطرات من الخل، يعني شي معلقه هكايا. كتطربوا مزيان وكتبداو تدهنوا مزيان هادو. او الا عندكم الحليب ممكن تضيفوا واحد 2 معالق ديال الحليب كبار وكتبداو تدهنوا مزيان. صافي ندهنوهم كاملين ان شاء الله، وغادي ندوزو باش نشوفوا الشكل الاخر حتى هما غادي يدهنوا، وندخلوهم الفران يطيبوا على نار متوسطه وما تكونش مجهده. يطيبوا على خاطرهم حتى كنحسوا بهم انهم بداو كيتحمروا يعني من الجوانب ديالهم. كنهبطوهم هكايا اولا كنديروا لهم النار على الوجه ديالهم غير واحد شويه. هنايا مازال غادي نزينوهم بعدا بواحد شويه ديال الجنجلان الابيض. انا زينتهم بزنجلان الابيض، هادو الهلاليات اولا هاد لي كرواسون. والمسمنات درت لهم شويه ديال الخشخاش، غادي تشوفوا معايا درت لهم شويه ديال الخشخاش وهذا، وزينتهم بهذا بواحد، خديت واحد الموس ماضي ودرت لهم واحد الخطوط يعني باش كيعطيو واحد المناظر زويون. وصافي يعني كل ما حاولتي انك تزين داك الحاجه اللي انت كتخدم عليها كل ما كتعطيك واحد المنظر زوين وكيولي الاقبال عليها اكثر واكثر. وهذا ما نهضروش على المذاق، هذاك يعني حاجه اخرى، يعني حاجه اخرى ضروري منها، هذيك مساله مفروغ منها. صافي كما شفتوا معايا راني درت لهم داك الخطوط بالسكين اولا بالموس وغندخل للفران. كما شفتوا درت لهم واحد الحبه ديال الزيتون الاسود هكايا، يعني غير النص ديالها دوائر، ودخلتهم للفران طابوا جاو على هذا الشكل هذا. يجيو رائعين 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 بواحد الشكل عجيب 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 بزاف. نتمنى انهم يعجبوكم حتى نتوما ان شاء الله، وتحضروهم هكايا الضيوف ديالكم. علاش لا، راه تيداروا يعني كما يعني كيتحطوا في المائده ديال المساء اولا ديال الكوتي، فتيجيو رائعين بزاف. وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله القرمشه ديالهم كيفاش دايره، تيجيو مقرمشين بزاف. اما الحشوه راه ما نهضروش عليها، رائعه رائعه بزاف. شوفوا الحشوه كي دايره رائعه، غزاله غزاله بزاف. انا جات لذيذه بزاف ما نقول لكمش، يعني ما شهيتكم. فعطاوني هكايا 2 بيصلات يعني رائعين. السيده عجبوها وفرحات بهم. وكيف ما قلت لكم هادو كيخرجوا مثلا هذيك المسمنات كيخرجوا ب4 دراهم، هاد الهلاليات من 4 دراهم حتى ل5 دراهم، وتقدروا تخرجوهم حتى اكثر على حسب الحشوه اللي كاينه فيهم. يعني انا الحشوه شويه قاصحه، ولكن حيت الصديقه ديالي ما بغيتش هذا فخرجتهم على هذه الطريقه هذه. يعني كاين الخير والبركه في هاد يعني في هاد المسمنات. نتمنى الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.